الاخوان السلام عليكم، اهلا وسهلا. صراحه الاخوان انا ناعس وكنسمع الدقديق في الشرجم عندي، فاذا تعجبت ملي اكتشفت بان الطيور عليهم العطش. يعني كنشاهدوا هنا الامر لا يبشر بالخير، لهذا نعدوا العده ونتوبوا الى الله عز وجل باش الله عز وجل يصلح الحاله ديالنا. والله الاخوان القضيه نطلبوا الله السلامه والعافيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا حتى تستريح أحوال البلاد والعباد. ثم كتشوفوا الحالة كتدهور كل عام، والحالة كتدهور بسبب بما كسبت أيدي الناس. تبرج العيالات، النساء خرجوا يخدموا، المرأة كتمشي مع 12 ديال الخدمة، تخرج فوقاش ما بغات، تجي فوقاش ما بغات، وها النتائج. يلا حصدوا النتائج ونطلبوا الله السلامة والعافية. تعالوا معنا. بسم الله. اش بتشرب؟ هناك طاح نزلها شوف. مزيان، جيد هاج معنا. هانا الاخوان غنتسناوهم شويه هنايا على الله. الاخوان هاد الشيء هذا راه علامات كيف ما قال الله عز وجل في القران، وعلامات. حتى هذه علامه من العلامات كيفاش نرجعوا للصواب، نرجعوا لعند مولانا. ربي قال ففروا الى الله، وربي كيقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه راه انذارات من رب العالمين كيفاش نشدوا الخط. كيف ما يكون هذاك الفلاح كيحرث كيقول هذاك الدابه اللي كيحرث بها كيقول له خطك. ايوا انت انسان وخلقك ربي وفضلك على سائر المخلوقات وما شادش الخط ديالك، راه مشكله. وهذا الكلام كنوجهوا راسنا الاولاني، وعندنا دلائل كثيره في الامم السابقه، لهذا نردوا بالنا. والنبي كيقول ما كاينش شي عام الا والعام الذي بعده كيكون الشر منه الى يوم القيامه. انت كتشاهد واش 2000 هي اليوم، انت كتشوف مصيبه، الحياه انقلبت راسا عن عقب. والمهم هذه راه ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شاهد. هما الفرق مساكن هما جاو، شوف مساكن كيموتوا بعطش. والعجيب والغريب هذا راه شهر 12 وليدي فيه النص والزياده قريب يخرج. انت كتشوف الارض كحله، الله يدير الخير. وما نكونوش بحال هذاك اللي قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. السلامة يا ربي السلامة. ربي قالنا في القرآن في سورة سيدنا يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لهذا ردوا بأن الله يجزيكم بخير، وراه الدين النصيحة كما قال سيدنا النبي. ودابا هذا الجزاء ديالنا، الجزاء من جنس العمل. والحقيقه الاخوان هادشي اللي كنتعيشوه راه بما كسبت ايدي الناس، وهذا دليل ومن السنه ديال مولانا عز وجل في العبيد ديالو انه عز وجل كيجزي الناس الشاكرين زياده في الخيرات وفي البركات والارزاق الى غير ذلك. وكذلك كيجزي الله عز وجل الكفار والمنافقين خذلانا وعذابا، لقوله سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. واللي بغيت نقول للإخوان وراه شهر 12 هذا راه قريب يخرج الإخوان، وشهر 12 ايوا الله يرحمنا، الله يرزقنا الغيث النافع. السلام عليكم ورحمة الله. أي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.